بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده معانا شاشة NEC 22 بوصة LCD. دي شاشة بتاعة كمبيوتر. هنشوف بعد الفاصل كده المشكلة اللي فيها ايه، ونشوف هنتصرف فيها ازاي. تابعوا معايا. رجعت لكم تاني. بص يا سيد الفاضل، من الاخر كده الشاشة دي فاصلة اضاءة. لو بصينا هنا كده هنلاقي فيه تغير لوني في المنطقة ديت، معنى كده ان عندي المنطقة دي بتسخن قوي، فتتوقع ان في مشكلة في الترانسفورمر ده او في المحول ده. طبعا عارفين ان هنا محولات رافعة للجهد بتحول دايرة تقطيع، بتحول الدي سي الى اي سي عشان اللمبات تشتغل. يبقى دوت انفرتر مش بوست كونفرتر، لان اللمبات عندنا هنا نيون. جربت ارفع حماية. رقم الاي سي هيظهر معاك دلوقتي. المفروض ان انا برفع برجل رقم 4 بليد مع الارضي. ما عنديش للاسف ليدات، فجبت دايود عادي، دايود شوتكي هيقضي الغرض. رفعنا الحماية، برضو اللمبات مش راضية تنور. فلازم بقى نتبع خطوات الفحص. لازم نتبع خطوات الفحص. عندنا رجل رقم عندنا رجل رقم 5 على الاي سي. دي رجل التغذية. الاول قلت يمكن في مشكلة في جهد الخرج بتاع التغذية اللي رايحة للانفرتر. فانا عندي 2 مكثف هنا ياخدوا من الدايود ده ويودوا للاي سي هنا، عشان الاي سي دوت بيقطع على جهتين. فالمهم رجل 5 عندي اللي هي رجل التغذية بتاعة الاي سي. لو جينا جربنا طبعا بعد الاون، هنقيس كده الجهد عليها. كده انا موصل كهرباء. ادي ال 300 فولت على المكثف الكبير او ال 280 فولت، وعندي هنا ال 5 فولت طالعه. لو جيت قست على رجل ال 5 فولت هنا، رجل رقم 5 مش هلاقي عليها جهد. ادي 1 2 3 4 5. الرجل دي مفيش جهد نهائي. افصل بس كهرباء كده ثانية واحدة. حبيت نتأكد، فجيت قلبت الباور بالشكل ده كده، وعندي ادي مكثف وادي المكثف التاني. هنيجي نقيس عليهم كده الجهد بتاعهم على المكثفات او مكثف منهم يعني. نلاقي النتيجة صفر. جميل.
رحت رايح واخد بريدج، ثانية واحدة، رحت رايح واخد بريدج من الدايود ده اللي هو بيغذي المكثفات ويغذي ايسيهات التقطيع بتاعتنا. غذيت المكثفات دي، مفيش. جميل. طبعا احنا قسنا على اي سي التقطيع هنا، مفيش. يبقى اذا ما عندناش حل غير ان احنا نركب انفرتر خارجي. الانفرتر الخارجي دوت هيبقى انفرتر خاص بالال سي دي. بيتغذى بايه؟ عندي اول رجلين من على الشمال من هنا اهو، رجلين اللي على الشمال دول بيبقوا الفي سي سي، ممكن تديهم لحد 24 فولت. الرجل اللي في النص بتبقى رجل الانيبل، دي رجل النبضة الاون. وبعدين الرجلين اللي على اليمين دول بيبقوا رجلين ارضي. فجيت انا هنا رحت واخد الارضي من على المشط، واخد نبضة الاون من رجل رقم 3 من على مشط الباور اللي هي باور اون، وواخد من على الدايود دوت اللي هو المفروض بيغذي جزء الانفرتر او بيغذي دايرة التقطيع بتاعة الانفرتر. خدت من عليه جهد التغذية الفي سي سي بتاع الانفرتر، معلش سامحوني انا مهيس شوية النهاردة، بتاع الانفرتر الخارجي اللي انا هركبه. وقفلت وجربت والدنيا الحمد لله طلعت شغالة. هقفل واجمع الشاشة واحط عليها صورة وارجع لكم تاني. قبل ما اقفل حبيت اوري لك المنظر. ادي الانفرتر، وهنا ده سلك الارضي واخده طبعا من على مشط الباور من هنا، وادي سلكة الاون تبقى واصلة في النص، وادي سلكة الفي سي سي التغذية اللي قلت لك واخدها من على الدايود التغذية بتاع الانفرتر. بيتوصل، هو بيجي معاه السلك دوت، بيبقى ناحيتين، انت بتقصه وتركب ناحية وبتاخد ناحية وبتوصل بيها. وهنا بيتركب اللمبات ال LCD نفسها بتاعة الشاشة الأصلية. حبيت بس اوري لك التوصيلة بتبقى ازاي من المنطقة دي. هقفل كمان هكمل تقفيل الشاشة وارجع لكم تاني. تمام، الشاشة بعد ما اشتغلت معانا زي الفل، مفيهاش اي مشكلة. هي غامقة شوية بس يعني ماشي ماشي الحال. ممكن يبقى فيها لمبة ولا حاجة ضعيفة، بس هو العميل كده عاجبه. اتمنى تكون المعلومة وصلت، وما تنسوناش من دعوة بظهر الغيب. شرفتوني.